تخيل ان عم عصام واقف في نص الصحراء في عز الحر والحرارة عنده بتوصل ل 42 درجة، بس هو مش متضايق ومفيش على جسمه نقطة عرق، وأي نسمة هواء بسيطة ممكن تنعشه. على الجانب التاني واقف عم فتحي قدام البحر وبالليل والحرارة عنده 32، بس مش طايق نفسه من الحر والتلزيق. المشكلة مش في درجة الحرارة ولكن في الرطوبة بتاعة الجو. والرطوبة هي كمية بخار المية اللي موجود في الهواء، وهنا لازم نفرق بين نوعين من الرطوبة. أول نوع معانا وهو الرطوبة المطلقة، وهو عبارة عن كمية بخار المية اللي الهواء يقدر يستحملها. تخيل معايا إن الهواء هو عبارة عن إزازة مية سعتها 1 لتر، وإن الرطوبة هي عبارة عن كمية المية اللي جوه الإزازة. تاني نوع معانا وهو الرطوبة النسبية، وهو عبارة عن كمية بخار المية اللي موجودة في الهواء دلوقتي. نرجع لمثال الإزازة، وهي فاضية هتلاقي إن الرطوبة عبارة عن 0%. الهواء اللي موجود حواليك جاف تماما، ما فيهوش بخار ميه. طب زود شويه ميه صغيرين، معنى كده ان الرطوبه زادت بنسبه 10%. طب زود شويه ميه كمان، معنى كده ان الرطوبه زادت بنسبه 50%. ال 50% الفاضيين في الازازه دول كميه بخار الميه اللي يقدر يستحملهم الهواء. مصادر الرطوبة: أكبر مصنع للرطوبة هو المسطحات المائية زي البحار والمحيطات والأنهار. حتى شوية المية اللي بيرشوهم عم غريب قصاد المحل عشان يسترزق يعتبروا من المسطحات المائية، ودي بتمثل من 85 ل 90% من الرطوبة بتاعت الجو. الفكرة إن أشعة الشمس لما بتسقط على المية بتبخر منه كميات كبيرة، واوعى تنسى إن بخار المية هو الرطوبة. وهنا بتيجي الرياح عشان تزق الهواء للمناطق اللي قدام البحر، فترفع في المناطق دي نسبة الرطوبة. تاني أكبر مصدر معانا وهو النباتات، وده بيمثل من 10 ل 15%. النباتات بتمتص المية من التربة، بس أحيانا المية دي بتكون زيادة عن حاجتها، فتبتدي تخرج المية الزيادة من فتحات صغيرة موجودة على أوراقها اسمها الصغور، وهنا المية بتخرج في صورة بخار. والعملية دي معروفة في علم الأحياء بعملية النتح. ودي يا باشمهندس تلاحظها لما تكون ماشي في منطقة زراعية ساعة الشروق 7 الصبح 8 الصبح، تلاقي في شبوره بسيطه كده فوق النبات. اهي دي بقى يا باشمهندس عمليه النتح. اخر مصدر معانا وهم البشر والحيوانات، واوعى تفتكر ان انت ضحيه للرطوبه، لا انت مصنع على الضيق كده. مع كل نفس بتتنفسه او نقطه عرق بتخرج منك ده بيزود الرطوبه في الجو. لو مش مصدق جرب تدخل قاعه افراح زحمه، او تدخل سنتر تروس تكييفاته بايظه، او حتى تخش عيد ميلاد او خطوبه معمولين في بيت. في المناطق دي الرطوبه بتوصل لدرجات محدش يقدر يستحملها بسبب النفس والعرق، واول لما تخرج من المكان ده تبتدي تاخد نفسك تاني. بس ما تقلقش، احنا كبشر والحيوانات اللي عايشين معانا ما بنعديش 1% من مصادر الرطوبه. ازاي الرطوبه بتاثر على درجه الحراره؟ لما تيجي تفتح التليفون على الابليكيشن بتاع الطقس هتلاقي ان هو جايب لك درجتين. اول درجه وهي الحراره الفعليه، ودي اي ترمومتر محطوط في الجو بيقدر يقيسها. انما الحراره التانيه هي الحراره اللي انت بتحسها، ودي بتعتمد على سرعه الهواء والرطوبه اللي في الجو. بس اللي يفرق معايا ومعاك ومع كل الناس اللي بتسمعنا هو اللي انت بتحسها. ما هو ممكن يكون الترمومتر قاري 30 درجه بس انت حاسس ان هي 40، ساعتها انت هتشكك في صحة الترمومتر ده. ودي نفس الطريقة اللي فكر بيها عالم الفيزياء روبرت ستيدمان لما عمل حاجة اسمها مؤشر الحرارة. هو عبارة عن جدول بيجمع ما بين درجة الحرارة اللي بيقيسها الترمومتر وكمية الرطوبة اللي موجودة في الجو، عشان يقولك انت كإنسان هتحس بحرارة عاملة ازاي دلوقتي. من الأمثلة اللي في الجدول ده ان لو الحرارة 32 درجة بس الرطوبة 60%، هتحس انت كإنسان ان الحرارة 36. طب ولو الرطوبة زادت ل 80%، وده بيحصل عادي في الصيف، هتحس ان الحرارة بقت 42 درجة. انت متخيل فرق 10 درجات؟ وطبعا كل ما حرارة الجو زادت وكل ما الرطوبة زادت كل ما الحرارة اللي انت بتحسها هتزيد. والسؤال اللي بيطرح نفسه، ليه الرطوبة ليها أثر قوي كده على درجة الحرارة؟ لأن الأرض طول النهار عمالة تمتص حرارة من الشمس، ولما يجي الليل الأرض بتكون عايزة تخرج الحرارة دي، فلما تبتدي تخرجها بخار المية اللي موجود في الجو يروح مرجعها تاني للأرض. يعني الأرض بتخرج حرارة، بخار المية يقول لها لا والله ما انت عامل ترجع تاني. عامل زي اتنين بيتعازموا في الميكروباص على الأجرة والله لا ادفع، لا والله ما انت دافع يا عم، هات يا عم فيفضل كوكب الأرض محتفظ بسخونيته لأن بخار المية من الغازات الدفيئة اللي بتحفظ حرارة الأرض. نرجع للسؤال اللي ابتدينا بيه الحلقة، ليه 42 في الصحراء أرحم من 32 قدام البحر؟
جسمنا ظابط نفسه على 37 درجة مئوية، لو حرارتك زادت حاجة بسيطة عن المقدار ده يبتدي يشغل نظام التبريد بإنه يفرز العرق. ساعتها الجلد بيكون سخن وعليه طبقة من العرق، أول لما العرق يتبخر ياخد السخونية بتاعة الجلد ويسيب مكانه برودة. يعني الموضوع بسيط، جلد سخن، العرق بياخد الحرارة يرميها بره ويتبقى الجلد بارد. شكرا. مش كيمياء هي. عم عصام وهو في الصحراء الحرارة عنده 42 بس الرطوبة 10%، الهواء ناشف جاف، فأول لما عم عصام يعرق العرق بتاعه يتبخر في ثانية إلا ثانية، ولما العرق يتبخر هيسيب جسمه بارد. أما على الناحية التانية عم فتحي اللي قاعد على البحر والحرارة عنده 32 درجة بس الرطوبة 85%، هنا الوضع بيكون كارثي. الهواء اللي حواليه شبعان بخار ميه، فاول لما عم فتحي يبتدي يعرق الهواء اللي حواليه يقول له انا مش قادر استحمل ميه تانية، خلي عرقك عليك، انا فيا اللي مكفيني. امهاتي قوي الجو في اسكندريه. فالعرق يفضل موجود على الجلد ويخلي الجسم محتفظ بحرارته. هنا المخ يبعت اشاره للقلب يقول له ما تزود النبض شويه، خلي العرق ده يتبخر. اول لما نبض القلب يزيد ده يترجم عليك انت كخنقه وضيق في التنفس، بس اللي حصل لك ده مش ان الاكسجين اللي حواليك قل، ده لان جسمك مش قادر يصرف الحراره بتاعته. طب ايه الحلول عشان تتغلب على الرطوبه العاليه والخنقه بتاعت الجو؟ اول حل معانا وهو الهضوم، ابعد عن الالياف الصناعيه والبوليستر واللبس الضيق، كل الحاجات دي بتمنع ان العرق ان هو يتبخر، بتفضل محافظه على حراره جسمك. وخليك في القطن والكتان واللبس الواسع، ده بيسمح ان تيارات الهواء تعدي ما بين جلدك والهدوم فتبخر العرق وتسيب جلدك بارد. ولو انت قاعد في البيت ما تفتح الشباك وتشغل المروحه، اصل لو انت قافل الشباك ومشغل المروحه على اعلى نفس فهي عماله تقلب الصهد اللي انت قاعد فيه، انت ما عملتش حاجه. انما ممكن تفتح شباكين قصاد بعض او تفتح شباك وباب، ده يسحب الهواء الرطب ويخرجه بره الشقه ويخلي لك هواء رطوبته اقل. طبعا مع المروحه هتلاقي الدنيا ظبطت. اما لو انت في الشارع والرطوبه عاليه ومش طايق نفسك فانت ممكن تاخد ازازه ميه ساقعه، واول لما تحس بالخنقه اشرب شويه ميه، ده هيقلل حراره جسمك من جوه. طيب نفرض ان انت دلوقتي شبعت وارتويت ولو خرموا بطنك دلوقتي هتسقي الزرع زي توم وجيري، هنا ممكن تحط الميه الساقعه على مناطق النبض اللي موجوده في جسمك زي المعصمين جانبي الرقبه والجبهه، ده هيبرد الدم فالمخ هيقول للقلب هدي النبض شويه الدنيا بقت تمام. طبعا مش محتاج اقول لك ان لو عندك تكييف شغله وريح دماغك، التكييف اساسا معمول عشان خاطر يسحب الرطوبه اللي موجوده في الجو، والدليل على كده بص على الخرطوم بتاع الصرف هتلاقي ان هو بينزل نقط ميه، النقط دي هي عباره عن الرطوبه اللي كانت موجوده في الاوضه، هو سحبها وخرجها بره الاوضه. وبرضه خلي بالك لما تيجي تخرج من الاوضه اللي فيها التكييف وتطلع الصاله عشان تجيب حاجه، اول لما بتخرج من الاوضه للصاله بتحس بخنقه وضيق في التنفس، ده بسبب ان الرطوبه بره عاليه والرطوبه جوه الاوضه قليله. زي ما كل حاجة ليها بداية فأكيد ليها نهاية، ودي المحطة الأخيرة للرطوبة في الجو. من ساعة الفجر للشروق حرارة الكوكب بتقل جدا، فيبتدي بخار المية اللي موجود في الهواء يتكثف ويتجمع على شكل قطرات ندى على ورق الشجر أو على إزاز العربيات، أو يعمل لك شبورة خفيفة في الجو بتكون ليها ريحة مميزة وبتهدي الأعصاب وبتديك شعور بالسكينة والهدوء. ودي نهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى تكون استفدت بحاجة واشوفك على خير. سلام عليكم.